يلا مستنية ايه؟ الحقي الفلفل قبل ما يخلص من السوق، ده الموسم بتاعه هنعمل منه هريسة خطيرة وهنعمل منها وصفات كتير. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرى، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي ونشوف الوصفة عملناها مع بعض ازاي. اول حاجة هنا معايا نص كيلو كده من الفلفل الاحمر اللي هو بتاع هريسة الشطة. بصوا انا غسلته، وبعد ما غسلته هشيل كده الحته الخضراء اللي من فوق فيه، وهبتدي ان انا اخرطه كده. انا حبيت اخلي واحده يعني اضيفها اعملها معاكم، اقطعها معاكم. بعد كده هنجيب بقى الكبه وهنضيف فيها كده الفلفل، وهتكوني بقى ايه مقشره راس توم هنضيفها عليه. والبهارات بقى اللي هنحطها كده عليه: معلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره من الكمون، وربع معلقه صغيره من الملح الليمون، ومعلقتين كبار من الملح. واضربهم بقى كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. انا حبيت ان انا انعمه خالص، ودلوقتي هتشوفوا شكله بعد ما هنضربه كده كويس جدا في الكبه. خلاص كده انا خلصته اهو. بصوا دلوقتي ده بقى شكله كده. هبتدي بقى ان انا هضيفه كده في طبق، وهنشوف بقى بقية المكونات هنحطها مع بعض ايه. هنضيف بقى عليه نص كوب من نص كوب خل، وربع كوب من العصير الليمون، ونص كوب من الزيت. كده الخل. وهنضيف بقى هنا الزيت. كده ضفنا نص كوب خل، وربع كوب عصير ليمون، ونص كوباية من الزيت. وهبتدي ان انا هقلبهم بقى كويس جدا. تحتفظي بيه بقى في علبة او في برطمانات، تبقي معقماها كويس وغسلها كده بمية دافية وتبقى ناشفة يعني ما فيهاش اي مية. وتحطيه بقى في الفريزر. هتستعمليه بقى للاسماك، هتستعمليه في الفول، هتستعمليه مثلا في البتنجان، ليه استعمالات كتيرة جدا. وان شاء الله هنبقى نعمل برضو وصفات كتير بيه. ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك، واستنوني في فيديوهات جديدة. مع السلامة.